جبتلك بقى سر الفول بتاع أشهر عربية فيكي يا مصر، بدون دماسة وبدون سخان. وبصي بقى، عايزة أقولك ده مش فيديو تدميس فول، ده تدميس زبدة، مربى، أي حاجة من اللي بتدوب. مستحيل لونه يتغير ولا حتى تلاقي القشرة بتاعته ناشفة، ده يبدوب. ومش بس كده، عملتلك كمان الدقة بتاعت الفول اللي ما تستغنيش عنها أبدا في السحور، الدقة وبشاميل الفول الخطير. السر بقى بتاع العربيات، كل الأسرار اللي محتاجة تعرفيها في تدميس الفول هتلاقيها معاكي في الفيديو ده. لونه خطير ودايب دوب كده يا جماعة، مش قادرة اوصف لكم. حطوا لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد. ونبدأ معانا بأول حاجة، وانتي بتنقي الفول نقي الحباية الكبيرة اللي لونها فاتح، بلاش الصغيرة الغامقة علشان لونها ما يبقاش غامق معاكي بعد التسوية. الفول باخده بنقيه واغسله وانقعه معايا في مية بدرجة حرارة المطبخ لمدة ساعتين. ما بنقعش الفول زيادة عن كده علشان القشرة بتاعته ما تبقاش ناشفة أو قاسية كده بعد التدميس. ساعتين وقت كفاية قوي. بعد كده ببدأ ان انا اطلعه بقى واحطه معايا في حلة. بفضل جدا الحلة اللي ستانلس علشان لونها ما بيغيرش ولا بتتعبني في التنظيف ولا بتغير لون الفول. بلاش الألمونيوم، وكمان يفضل بلاش التيفال. لو موجود عندك الاستانلس يبقى افضل حاجة، وطبعا حسب المتوفر. صفيت الفول وحطيته معايا بقى بعد ما شطفته طبعا من مية النقع وحطيته معايا في الحلة. هاتي معاكي نص كوباية من العدس الأصفر، العدس الأصفر ونص كوباية من الفول المدشوش اللي هو اللي بنعمل بيه الطعمية. أنا كان عندي نص كوباية وشوية صغيرين كده فضفتهم كلهم، مفيش مشكلة. الحاجات دي أنا مش بنقعها خالص، أنا بجيبها بحطها معايا في المصفى واغسلها كويس جدا لغاية ما ميتها تكون صافية بالشكل ده، وانزلها معايا على الفول بدون رز ولا كركم ولا طماطم ولا جزر ولا اي اضافات من الحاجات الغريبة دي. استخدمي بس الحاجات دي وهتديكي طعم رهيب. هقلب بقى كله مع بعض، وفي المرحلة دي تعالي نحط مكونين هيفرقوا في الريحة وفي اللون بتاع الفول جدا جدا. اول حاجة، على نص كيلو الفول والاضافات اللي احنا عاملينها 3 معالق كبار من الخل الابيض. الخل هيديكي لون للفول فاتح حلو جدا، والريحة كده مش هتضايقك خالص والفول بيتدمس. في ناس الفول وهو بيتدمس بتحس ان ريحته مش لطيفة، الليمون والخل هيدوكي ريحة ممتازة جدا. عصير نص ليمونة، بلاش تضيفي القشر علشان ما يمررش معاكي. خدنا العصير بس بتاع نص ليمونة. وانزل معايا بمية مغلية، ضفت حوالي لتر ونص من المية المغلية، وهقلب الكلام ده كله بقى مع بعض. شايفين المية لونها فاتح ازاي من الليمون والخل؟ حلو جدا. هرفعها معايا على نار عالية. اول بقى ما الفول يبدأ يغلي بالشكل ده هزود له حوالي لتر كمان من المية. المية طبعا بتغلي، انا زودت له كده مية بزيادة علشان مش كل شوية وهو بيتدمس افضل افتح عليه ويغمق معايا. اول ما يغلي طبعا مغطياه، هبدأ بقى ان انا هدي النار عليه نار شمعة واسيبه معايا تماما. وهقولك دلوقتي الوقت بتاعه، بس وهو بيتدمس تعالي كده نحضر مع بعض الدقة والبشاميل بتاع عربيات الفول. اول حاجة الدقة الحمرا كده بتاعت عربيات الفول اللي بتكون موجودة في الازايز كده. معايا كوباية من المية، مية بدرجة حرارة المطبخ عادي. هحط عليها ربع كوباية من الخل بالشكل اللي انت شايفاه ده، نفس الكوباية وحديها. هحط كمان معايا عصير كده نص ليمونة. وهبدأ دلوقتي ان انا اضيف معايا معلقة كبيرة من التوم المفروم. انا كنت محضرة معايا زي معجون توم كده، توم مع فلفل احمر، ولو عايزين الفيديو بتاعه قولولي وانزله لكم. التوم المفروم، وهحط معلقة كده من هريسة الشطة وتقدري تستغني عنها لو انت مش حباها. وهبدأ دلوقتي ان انا اضيف التوابل، معلقة صغيرة من الكمون، هضيف كمان معايا معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الشطة أو من البابريكا. فأنا ضفت معايا هريسة شطة فمش محتاجة أخليه سبايسي عن كده، فضفت معايا معلقة صغيرة من البابريكا. وهبدأ إن أنا أقلب كل ده مع بعض كويس جدا جدا. فضيهم بقى في إزازة صغيرة كده موجودة عندك من أزايز المية، وافتح لها فتحة من فوق. أي إزازة من بتاعة صوصات كده متوفرة، ايه اللي متاح عندك حطي فيه مفيش اي مشكله. كان معايا ازازه كده بتاعه صوص باربيكيو فضه، فهبدأ ان انا اعبي فيها. عبيت بقى الخليط بتاع الدقة الحمرا دي رهيبة. وتعالوا بقى دلوقتي نعمل بشاميل الفول. هو بيسموه كده على العربية بشاميل الفول، بتبقى خلطة كده طعمها تحفة، واحنا كنا فاكرينها طحينة وهي ما طلعتش طحينة. تعالى اقولك بقى مكونة من ايه. هستخدم معايا 4 معالق كبار من الدقيق، الدقيق العادي جدا، وهحط عليهم كوباية من المية، وبنفس الإضافات ربع كوباية من الخل، وعن عصير كده نص ليمونة،
وهبدأ ان انا اقلبهم مع بعض، بس هضيف معايا طحينة حوالي تلت كوباية من الطحينة. احنا كنا معتقدين ان العربية بتاعة الفول كده الازازة البيضة اللي عليها دي كلها طحينة، لا هي مش كلها طحينة ولا حاجة. حطيت كده ربع كوباية الخل، وهضيف معايا حوالي تلت كوباية كده من الطحينة، وهحط بقى عصير نص ليمونة، وابدأ ان انا اضيف التوابل بتاعتي: معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من البابريكا او الشطة حسب رغبتك. وقلبي كله مع بعض كويس جدا جدا لغاية ما الكلام ده يندمج مع بعض والطحينة تدوب كده. لو حسيت ان الخليط ده خفيف معاكي، تقدري ان انتي تزودي شوية من الطحينة لغاية ما تلاقي القوام تقل كده. تمام جدا. والطحينة طبعا ضايفين طحينة خام مش متخففة او سلطة طحينة او حاجة. قلبي الكلام ده كله لغاية ما الطحينة تدوب، وفضيها برضو في ازازة كده من بتاعة صوص، ازازة مية المتوفرة عندك. وطبعا الازايز دي بتحفظيها عندك في باب التلاجة، مش بتحفظيها بره التلاجة. ولما تطلعيها علشان الاستخدام بترجيها الاول كويس جدا جدا، بعد كده تبدأي ان انت تستخدميها زي ما هنشوف دلوقتي في اخر الفيديو. يبقى طريقة حفظهم علشان ما يحصل لهمش اي عفونة لازم يكونوا في باب التلاجة. ويفضل ان انت تعملي مقادير كده تكفي معاكي تقريبا شهر. يعني الازازتين دول تقريبا هيقعدوا معايا شهر في التلاجة، مش هيحصل لهم اي حاجة. طب تعالوا دلوقتي الفول دلوقتي بقاله على النار الهادية جدا 3 ساعات ونص على النار. هبدأ دلوقتي اجيب معلقتين كبار من الدقيق، وعليهم معلقة كبيرة كده من معجون صلصة الطماطم اللي في البرطمانات، وادوبهم معايا بشوية من المية. السر ده يا جماعة بتاع عربية الفول بجد خطير، بيخلي لون الفول كهرمان، وبيخلي كده الصوص بتاعه تقيل، والفولية كده محمرة وخطيرة. هتشوفوا دلوقتي هيحول ازاي معايا الفول 180 درجة. دوبي الكلام ده كله مع بعض كويس قوي بالشكل ده لغاية ما تاخدي الخليط اللي بدون اي تكتلات. تعالوا بقى نشوف دلوقتي الفول زي ما قلت لكم بعد 3 ساعات ونص كان بقى معايا بالشكل ده، والفولية استوت وكله تمام، والصوص خفيف كده زي ما انتوا شايفين. انزلي عليه بقى بالخلطة اللي احنا عملناها دي. اهم حاجة انت بتنزلي من هنا وايدك التانية شغالة تقليب، علشان ما تنزليش الدقيق وتسيبيه يقوم مستوي معاكي على الوش. لازم وانت بتنزلي تقلبي كده على طول باستمرار، كأنك بتعملي بشاميل بالظبط. قلبي بقى كويس قوي، وسيبيه حوالي 10 دقايق ربع ساعة على النار لغاية ما الصوص يبدأ يتقل، الدقيق ده يستوي. هتاخدي بقى شوية فول، بصوا يا جماعة كده كهرمان بمعنى أصح. أنا كده توتال التسوية بتاعت الفول قعد بالظبط 4 ساعات على النار، وما شاء الله كان دايب وخطير جدا. وهتشوفوا دلوقتي حتى القشرة بتاعت الفول بتدوب معايا كده دوبان. تعالوا كده من قريب نشوف، ما شاء الله اللون بتاعه رهيب جدا وريحته تفتح النفس قبل ما نضيف له كده أي إضافات. تعالوا كده نطلع على طول من الحلة على الطبق. أنا عايزة أوريكم يا جماعة اللون بتاع الفول، أنا مغرمة جدا بطبق الفول ده. اللهم بارك، دي السنة الخامسة مع بعض كده من القناة الأولى والقناة دي. طبق الفول بتاعي مستحيل اغير فيه يا جماعة ذرة ملح، مستحيل، لان الطريقة دي معتمداها من اول ما عرفت يعني ايه تدميس فول. والحمد لله عن ثقة وتجارب ناس كتير جدا كل سنة معايا. الفول ده رهيب، مستحيل لونه يتغير. لو قعد معاكي سنة في الفريزر مش هيحصل له اي حاجة. شفتوا ما شاء الله لون الفولاية عاملة ازاي؟ انزلي بقى عشان تحضري طبق الفول بشوية من الدقة، ربيها كده وانزلي بيها، وشوية من بشاميل الفول. حطي رشة زيت، احنا طبعا حاطين الملح وحاطين كل حاجة. وبكده يبقى طبق الفول جاهز معاكي للسحور، خطير ومش محتاج اي حاجة تانية جنبه. عايزة اوريكم كده الفولاية من قريب، بصوا مجرد ما تدوسي عليها بتدوب دوبان. طبعا الحلة بقى بعد ما تبرد معاكي تماما بتبدأي ان انتي تاخدي حسب المقدار اللي انت حباه وحطيه في علب كده، حطيه في اكياس زي ما انت حابه. انا بحطه في اكياس وبربطها واشيلها معايا في الفريزر. اطلع الكيس يبدأ يفك بدرجة حرارة المطبخ، واعمله باي طريقة انا عايزاها. ولا لون ولا طعم ولا ريحة ولا اي حاجة هتتغير. بس طبعا لازم تشيليه معاكي في الفريزر مش في التلاجة خالص. بصوا ما شاء الله بعد ما قلبنا كده الكلام ده كله مع بعض والفولية قد ايه دايبة، رهيب. جربوه، متأكدة ان هو هيعجبكم 100%. ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد ووصفات جديدة كل يوم ان شاء الله. مع السلامة.